في مثل كده سمعته من واحدة صاحبتي بتقول اللي في بيته دقيق عمره ما يضيق. طبعا الدقيق ده خير ما شاء الله، اللهم بارك. من كيلو دقيق شايفين عملت كمية كبيرة من القرص الطرية. عايزة اقول لكم كده حاجة تفتح النفس، طرية وطعمها حلو ولا مكتومة. وما خدتش معايا وقت، يعني في 10 دقايق عملت الكمية دي كلها. تخيلوا كده مع بعض لو هنشتري كل الكمية دي من الافران هتبقى بقد ايه. واول حاجه كده في المقادير، عندي كوبايه من اللبن الدافي، واهم حاجه اللبن يبقى دافي. وعندي كوبايه الا ربع من سمنه على زيت. يعني المهم في الوصفه دي بلاش نحط سمنه لوحدها وبلاش نحط زيت، اهم حاجه نضيف كوبايه الا ربع من سمنه على زيت. وضفت كده 5 معالق من السكر، لان انا مش هحشي القرص طبعا، ولو انت هتحشي القرص تكتفي بمعلقتين بس من السكر. وضفت كده معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وبدات اقلب كويس جدا. شايفين المقادير سهله وبسيطه، يعني كده ما فيهاش تعقيد. بس اهم حاجة كده ما تنسونيش في لايك حلو، كومنتات كتير. وبعدين كده نزلت بكيلو من الدقيق. هضيف على كيلو الدقيق معلقة كده من كيك شيف، وكمان رشة كده من الملح، مهم طبعا الملح. وهبدأ اعجن كويس. طبعا القرص ما بتحبش العجن الكتير، يعني يدوبك كده تتقلب والدقيق يختفي، والعجينة ما تبقاش كده بتشد معانا، فهتبقى جاهزة. يعني خدت معايا بالظبط 7 دقايق. اغلبية الوصفات اللي بتحتاج عجن مديها من 10 دقايق لربع ساعة. وبعد كده مع عجينة الدقيق، طبعا انا في البداية ما بحبش انزل بكل كمية اللبن طبعا، لان من دقيق لدقيق يختلف. زي ما انتوا شايفين هبدأ اضيف كوباية تاني من اللبن واعجن كويس جدا. وفي اللحظة دي كانت بدأت تطرى معايا ومش هتحتاج اي لبن تاني. بلاش نضيف مية. وطبعا لما بنعجن باللبن بيبقى افضل، لان اللبن بيخلي العجينة تبقى طرية معايا وهشة، اما المية بتخلي العجينة ناشفة شوية. وطبعا لو ما عندكيش لبن، لو عندك لبن رايب، لو عندك لبن متقطع برضو مش هيقولك لا، اهم حاجة يبقى اي حاجة من اللبن. بعد ما عجنت كده هسيبها لحد ما تختمر. اخدت معايا نص ساعة بالظبط وكانت جاهزة. وطبعا في الصيف العجينة ما بتاخدش وقت في التخمير، لان طبعا بيبقى الجو حر غير الشتاء. وخاصة لو هنعمل الوصفة في الشتاء بحب كده ازود الخميرة الفورية علشان ما تاخدش معايا وقت. زي ما انتوا شايفين هنا كانت معايا جاهزة وعجنتها كويس جدا. هغطيها بكيس من التلاجة واسيبها لحد ما تخمر معايا، وهبدأ اوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. وكده يبقى عدى عليها نص ساعة. تعالوا كده هنقرصها مع بعض. طبعا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، لو انتوا حابين تحشوها عجوة ملبن سكر الموضوع سهل وبسيط، بس انا حبيت كده اعملها سادة علشان الاولاد عندي صغيرين، فما حبيتش احشيها اي حاجة. ببدأ كده اعمل كور صغيرة على حسب حجم القرصة اللي انتوا عايزينها. يعني لو انتوا عايزين القرصة كبيرة صغيرة متوسطة اعملوا، بس الحجم ده بالنسبة لي كان قد البيضة، فكان حلو قوي. لان انا ما بحبش القرص تبقى كبيرة، علشان اللي ياخد واحدة يكملها كده من غير ما يبقي منها اي حاجة. في الزمن اللي احنا فيه اهم حاجة التوفير، لان التوفير برضو مطلوب. طبعا انا هعمل جزء واكمل الباقي. زي ما انتوا شايفين هبدأ كده اقرص. تعالوا كده اقول لكم ايه اللي بيخلي القرص تطلع مكتومة معانا من جوه وما تطلعش هشة. في عيبين، اولا عيب التسوية، وعيب كمان انك ما تسيبيهاش تختمر. اهم حاجة ان العجينة تختمر مرتين، علشان لو ما اختمرتش معانا مرتين في التسويه هتلاقوها كده من جوه مش منفوشه معانا ومكلكعه كده ومش هشه خالص، وتلاقي ان القرصه تقيله معاكي. اهم حاجه تعمليها بنفس الطريقه اللي انا بقولك عليها، وصدقوني هتطلع معاكم احلى والذ قرص ممكن تكونوا دقتوها. ويا ريت كده اللي يجرب الوصفه يكتب لي في الكومنتات ويقول له ايه، وتقولوا لي كده ايه رايكم في الوصفه وفي الطريقه والمقادير. وانا واثقه كده ان الوصفه هتعجبكم والمقادير هتعجبكم، لان المقادير مظبوطه ومعملها من سنين وبتطلع احلى كمان من الافران. دايما كده بنقول شعارنا التوفير، والتوفير مطلوب في كل حاجه، لان احنا في زمن اللي ما يلحقش يوفر هيبقى ضاع عليه كتير. طبعا لو هنشتري كل الكميه دي من الفرن هتبقى عامله رقم. بس الحمد لله دايما كده بحاول اجيب لكم كل الطرق البسيطه السهله اللي اي حد كده ممكن يدخل يعملها في 10 دقايق. وبعد كده ما خلصت كل الكميه هسيبها لحد ما تختمر معايا. هتاخد حوالي ساعه الا ربع. انا عايزاها تختمر كويس جدا علشان تبقى هشه معايا وما تطلعش مكتومه، وكمان لسه هتتنفخ في الفرن. شايفين اللهم بارك. خدت معايا الصاج خد معايا حوالي 7 دقايق، لان القرص دي ما بتستحملش، ولو سبتيها كتير في الفرن هتبدا كده تتحرق معاكي وتبقى ناشفه. واول كده ما استوت معايا بدات كده اولع لها الشوايه، اخدت لون، بالتالي يعني ما بتنشفش معانا زي ما انتوا شايفين.